مبدئيا كده الرجاله بتنسى الحب، سوري، عيد الحب. فحابب بس افكرهم علشان ما حدش يقع في فخ النسيان، وحابب اقول لهم ان عيد الحب 14 فبراير، ودي جدعانه مني. افترضنا يا ست ان هو افتكر وجاب لك شوكولاته، هتعملي ايه وانت بتعملي دايت؟ هناخد منها قطعتين او 2 بار في وجبه السناك بتاعتك، ولو انت شاطره ولحقتيه وقلتي له جيبها لك دارك عشان بتعملي دايت يكون احسن. طب هو بقى طلع شخصيه كريمه وقال لك يلا نتغدى بره، طبعا الكلام بقى على شاورما ومحشيات ودلع. كلي وانبسطي، بس اعملي حسابك مفيش يوم فري في الاسبوع ده بسبب اللي انت عملتيه. والمعلوماتك اسمها الوجبه الفري مش اليوم الفري، عشان عارفك بتخش اليوم الفري تقضي على الاخضر واليابس ونص مخزون البيت من الاكل. الو، سلام عليكم. دلوقتي يعني يا دكتور انا فتحي جوزي اتهور كده وبقى رومانسي وجبري ورد، وانا الصراحه كنت جعانه قوي، جعانه جدا، مع اني يعني كنت مركبه ابر صينيه كده في ودني، بس برضو جعت، قمت واخده منه الورد كده واكلاه. انا بس كنت عايزه اسال، هو الورد دلوقتي السعرات الحراريه فيه قد ايه؟ انا بوجه رساله لفتحي وبقول له اهرب يا فتحي، دي كانت الورد. بس اللي اعرفه يعني ان في الهند بيتم استخدام بعض الزهور في المطبخ، وهنا في مصر بنستخدم الياسمين وبنحطه على الشاي. بمناسبة الياسمين، عندنا في مركز الياسمين عاملين خصومات حلوة جدا على باقات التخسيس بمناسبة عيد الحب، علشان تقدري تخرجي وتاكلي براحتك.